شهور. 9 شهور. بعد ذلك طبعا تعاقدوا مع الإدارة التشغيلية. الشركة اللي تشغل فيها أو البرج اللي الفندق اللي الشركة المالكة وفي نفس الوقت كانت مشغلة تعاقدت مع إدارة شركة مشغلة. نعم مع إدارة تشغيلية. لكن بقيت لها الأبراج الفندقية إلى الآن باسمها 9 شهور. بعد ذلك طبعا تعاقدوا مع الإدارة التشغيلية. الشركة اللي تشغل فيها أو البرج اللي الفندق اللي الشركة المالكة وفي نفس الوقت كانت مشغلة تعاقدت مع إدارة شركة مشغلة. نعم مع إدارة تشغيلية. لكن بقيت لها الأبراج الفندقية إلى الآن باسمها طبعا هي الأبراج، لكن وهو من زمان يعني حاطين في الحسبان إنه هناك شركة مشغلة. إنه شركة مشغلة ومعرفين اسمها يعني لأنه عندهم فندق آخر بنفس الإدارة. بلغوكم يعني من زمان نستعد وترى احنا بلغونا بس ما كنا نعرف، كنا نجهل هل الشركة هذه حتعطينا نفس العروض الوظيفية؟ هل حتزود في الرواتب؟ هل حتنقص في الرواتب؟ يعني أنا وجميع زملائي اللي كنا في الأبراج كنا كم يعني سنة أنت اشتغلت في هذه الشركة؟ الشغلة الأخيرة هذه 9 شهور. لا بشكل عام. بشكل عام 3 سنوات إلا حوالي شهر أو شهرين. طيب هم ما أبلغوكم إنه في مدة ستنتهي بها العقد في النهاية كم؟ لا هو عقدي أنا أساسا الأساسي سنوي يتجدد تلقائيا ما إن يبلغ أحد الطرفين قبل مثلا انتهاء العقد بشهر أو بشهرين. جميل. هل هم التزموا بهذا وابغوا قبل شهر؟ فترة دخول الشركة المشغلة كانت في شهر 5 ميلادي في نصف السنة، يعني منتصف السنة. إيه منتصف السنة، فلا يحق لهم أنهم ينهوا عقدي. معناه المفروض تستمر معهم أستمر معهم حتى آخر السنة. ممكن وقتها ممكن يبلغوني بخطاب رسمي أو مثلا. إيش كان صيغة العقد اللي بينك وبينهم؟ يعني هل هو العقد مؤقت ولا عقد عادي وملزمين فيه التأمين الطبي والتأمين الصحي؟ نعم عقد دائم ملزمين فيه بالتأمين الطبي، هذا العقد الأساسي اللي هو في البداية. نعم. لكن لما نقلت إلى تشغيل الأبراج سووا لي عرض عمل، المفروض يسووا لي تعديل وضع. نعم. لكن هم يعني أخطأوا خطأ بأنهم عملوا عرض عمل، ونفس عرض العمل هذا غيروه إلى عقد عمل عبارة عن ورقة واحدة. طيب عادل، الآن جاءت الشركة المشغلة وقدمت لك عرض جديد. نعم. ما تناسب معك واعتبرته يعني تقليل في إيش الإجراء التفاوضي اللي صار بينكم؟ رجعت لمدير الموارد البشرية للشركة الأم اللي هي المالكة للأبراج، واجتمعت في لوبي الأبراج بعد الاجتماع المقرر في يوم 1/5. ونفس اليوم هذا طبعا استلمت الإدارة التشغيلية الجديدة. جميل. والمدير الموارد البشرية عنده علم إني أنا كنت أمر بظرف صحي، وكانت عندي مراجعة لمستوصف كان متعاقدين مع الإدارة المالكة في الأبراج. العموم حضرت واجتمعت معه وطلب مني انه حاول اني اوافق على العرض الوظيفي المتقدم لي. جميل. ووعدني انه مثلا بعد 6 شهور لما تنحل الامور عندنا في الشركه. يعني هم لديهم مشكله معينه ماليه قد تكون في مشكله ماليه، في مشكله انهم يحاولوا يعملوا انقاص اكبر عدد من الموظفين حتى يقللوا الكوست او الدخل التكلفه نفسها. طيب. على الشركه. خليني اتوقف معك عند هذا الجزء قبل ما ننتقل نعم. ما بعد الجانب التقاضي، لكن اسال معي الاستاذ خالد حلواني مستشار ايضا قانوني، انه يعني الجانب اللي ذكره هو فيه البعد الانساني وفيه اشكاليه نعم موظف وكلنا متعاطفين مع حاله مثل هذا الشاب، لكن ايضا في الجانب الاخر احنا نتحدث عن شركه ايضا هي لمواطنين، وإذا كانت تكسب مثلا 100 مليون تفاجأت في ظل أزمة مالية قد تكون يعني مكاسبها يمكن وصلت إلى 40 أو أقل من الملايين، وبالتالي بالضرورة أنها تقلل تكاليفها، وهي في هذا الإطار تشتغل وتتحرك، والعقد شريعة المتعاقدين، وأنت كان لك ملاحظة على هذه الكلمة. كيف نستطيع نتوازن في فهم هذه المشكلة؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة لي يعني الحالة الانتقالية هذه بالنسبة للشركة الأولانية والشركة المشغلة هذه القانون بيضبطها. يعني أولا أخونا عادل هو موقع عقد مع الشركة الأولانية، يعني عقد لمدة سنة، وهذا العقد دائم، بس عقد دائم. وطبعا عادل خلاص تعدى فترات التجارب كلها وانتهى ويجدد رسمي زي بالضبط، موظف رسمي ومستمر. هنا في هذه الحالة القانون ينص على أنه إذا انتقلت حقوق أو باع أو قبل العمل إلى أي شركة أخرى تنتقل جميع العقود حقت الموظفين والعمال تنتقل كما هي بكامل حقوقها إلى الشركة الجديدة حتى تنتهي.
ملزمة نظاما الشركة الجديدة أو الشركة القديمة، يكون بينهم تضامنا، لأنه في عندنا هنا المادة 18 من نظام العمل والعمال اللي تابع لوزارة العمل. المادة 18 تقول إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين وتعد الخدمة مستمرة. إذا هذا نص حقيقي واضح يعني. بس هو ما تغير في شكلها، هي جاءت بموظفين وشركة تقوم بتشغيل منشأتها، مشروعها ما زال لها مشروع. بالضبط. هذه الشركة الجديدة اللي جات تبى تقلص الموظفين وتبى تغير في العقود، تبى تقلص من رواتبهم. عادل كان راتبه 7000 وزيادة كمساعد مدير تسويق أو مساعد يعني مدير، عرضوا عليه، قدموا له عرض 3000 ريال أو 3000 وشيء، يعني شايلين منه ثلثين الراتب تقريبا. أنت ما يحق لك أنك أنت تغير في الحقوق المالية والمكتسبة بموجب العقد إلا بعد انتهاء العقد. لما ينتهي عقد عادل نهاية السنة المفترضة، الشركة المشغلة تجي للموظفين هؤلاء اللي موجودين، يا جماعة إحنا حنشغل بأسلوب جديد وبعمل جديد وبعقود جديدة، وهذا لازم كمان يكون بإنذار قبلها بشهر من نهاية العقد. وهذه العقود الجديدة اللي حتكون من السنة الجديدة الجاية، اللي حاب يجدد معانا هذا وضعنا، أو اللي ما حاب يجدد معانا فنهاية عقده إحنا نشعره إن إحنا ما حنجدد له. هذا النظام وهذا القانون. أما إنه يجي في نص عقود الموظفين ويجي يلزمهم ويقول لهم لازم توقعوا هذه العقود، وإنه نقصنا الرواتب وقلصنا الموظفين، هذا تعدي، هذه حقيقة يعني تعدي على حقوق الموظف وعلى حياته وعلى ميزانيته وعلى استقراره وعلى ميزانية حياته. الشركة تتحمل، وبعدين بالتضامن، يعني مكتب العمل يلزمهم المفروض بالتضامن ما بين الشركة الأولى والشركة الثانية. أنا فقط إن أذنت لي أستاذ خالد، إحنا طبعا تواصلنا مع الإخوة في الشركة، وإحنا زي ما قلنا حتى إنه نحاول أيضا نتوازن. نعم هناك مشهد إنساني وحقوقي نتعاطف معه، لكن أيضا في النهاية نحاول نوازن، إنه أيضا هذه شركة ورجل أعمال ولديهم أيضا قد يكون خسائر أو مكاسب في هذا الإطار. الأزمة المالية ضربت العالم كله، إذا نتوازن حتى في فهم هذا الموضوع، ولا نتحيز لأحد إلا بالقدر اللي يعني على الأقل يسمح لنا به الواقع. إحنا تواصلنا مع الشركة، رفضوا طبعا التعليق مباشرة عبر الشاشة والحضور معنا كشريك أساسي في هذا الحوار، لكنهم قالوا جملة وتمنوا حقيقة أنه تصل، وأنا أوصلها بالنيابة عنهم لأخي عادل بحسب ما قالوا لي، أنه إذا كان القضية الآن منظورة في مكتب العمل، في حال صدر حكم للأخ عادل فإحنا بإذن الله تعالى مستعدين لأي حكم سننفذه، فهم جاهزين لتنفيذ أي حكم إذا كان مدام أنها تنظر في لدى لجنة قضائية، وهم مستعدين على الأقل. هذا حسب كلامهم ويصر الصورة حتى أيضا لا نكول يعني شيء قد لا يكون واضحا. أنا معي الدكتور فؤاد بن محفوظ وهو رئيس لجنة المحامين مكة المكرمة ومحامي القضية. معي الدكتور. طيب حدثني يا عادل عن الجانب الآخر. أنت الآن يعني على الأقل أغلقت الأبواب الحوار بينك وبين الإخوة، رفضت عرضهم وهم رفضوا أنه تستمر بعرضه أو بالتكلفة السابقة، اتجهت للتقاضي إلى مكتب العمل. قبل ما أتجه لمكتب العمل طبعا مع اجتماعي مع مدير الموارد البشرية للشركة طلب مني تقديم الاستقالة، أو طلب مني ورقة أكتبها بمطالبتي بإنهاء خدماتي. أيوة مطالبتي أنا أطالب بإنهاء خدماتي. سوي خطاب إنك خطاب إني أنا أطالب بإنهاء خدماتي. مقابل إيش؟ مقابل إنه يعطيني مستحقاتي كاملة ويعطيني مكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية التي كانت تستقطع مني منذ أن انتقلت إلى تشغيل الأبراج، لأنه يعني من يوم أن انتقلت إلى تشغيل الأبراج كانوا يستقطعوا تأمينات اجتماعية، لكن للأسف ما كان عندهم أساسا تأمينات اجتماعية لا لي أنا ولا لجميع الموظفين الموجودين في الأبراج. طيب. هذه نقطة. فرفضت الشيء هذا. قلت له يعني أبلغته بالحرف الواحد، إن أنهيت خدماتي فإنهيها بالنظام أو انهيها بطريقتكم، سوف أتوجه بعدها إلى أمارة منطقة مكة المكرمة. جميل. إلى سمو الملكي خالد الفيصل. ومشيت. طبعا أنا تركوني حوالي يمكن أسبوعين أو 3 أسابيع معلق تنتظر رد بين السماء وبين الأرض. ما أدري هل أنا
انتهيت من الشركة أو ما انتهيت. بدون عمل ما تروح تداوم ولا؟ ما داوم، لأنه حسب الخطاب اللي هم أرسلوه عن طريق الفاكس يوم 30/4. طيب عشان نختصر الوقت بس